وعلى غرار يوسف اسامه نبيه سيف فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر برضه بيروح بيراميدز. اللي حصل ان سيف كان عقده خلاص انتهى ومحدش قعد معاه عشان يجدد، فالولد جاله عرض كويس جدا من بيراميدز والولد مضى عشان يجي الموسيقار رئيس نادي الزمالك المعزول ويجيب سيف فاروق جعفر قدام شاشة نادي الزمالك ويمضيه على ورق ابيض ويقول ان سيف جدد لنادي الزمالك، عشان تيجي سيف فاروق جعفر تخرج وتقول ان ابنها مضى لنادي بيراميدز ومش هيرجع لنادي الزمالك، وخلاص على كده هي اللي مربياه وفاروق جعفر ملوش علاقه بيه. يعني الزمالك ضيع موهبتين جوهرتين كانوا من ناشئين نادي الزمالك، كان ممكن يخلص معاهم بارقام اقل بكتير من اللي راحوا بيها بيراميدز، لكن عشان خاطر اداره حكيمه